بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسائل يسأل يقول: هل يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر؟ حضوره عليه الصلاة والسلام جائز شرعا ولا إشكال به، ولا يوجد نص يعارض هذه المسألة. فحضوره عليه الصلاة والسلام إن قاله رجل من كبار أهل الله أو رجل من أهل الله قال لك بأن هذا المجلس قد حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تصدق؟ أصدق لا إشكال. لماذا؟ لأنه هذه مسألة جائزة شرعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى يقظة. كان كثير من أهل الله روي عنهم أنهم كانوا يرون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى صحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث مشافهة يقظة منه. لا يوجد نص لا عقليا ولا شرعيا يعارض رؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة. كذلك الشاذلي رضي الله تعالى عنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. الشعراني رضي الله تعالى عنه، عدد كبير من أهل الله كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع به يقظة. فلا أستطيع أن أنكر هذه المسألة طالما أنها هي جائزة. فطالما أنها جائزة شرعا لا يجوز لي أن أنكر هذه المسألة، أقول لا يصح، لا هو جائز ولا إشكال به. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.